السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناة رياضة الأندية. نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر مستجدات كرة القدم السعودية. والآن نترككم مع الأخبار. الاتحاد يعلن عن قائمته لمعسكر إسبانيا والبرتغال. وسط العروض الإنجليزية والفرنسية، موقف عوار النهائي من الاستمرار مع الاتحاد. محترف الاتحاد يدافع عن الدوري السعودي ويؤكد: لم أندم على الرحيل من برشلونة، ويشيد بزملائه. بداية صعبة لنجم الاتحاد في الفريق. نظام جديد يؤجل انتخابات نادي الاتحاد. الاتحاد بمنهجية برشلونة بلانس يطلق مشروع الجيل الذهبي. حقيقة زيادة عدد أجانب الدوري السعودي الموسم المقبل. زعمت تقارير صحفية مؤخرا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس قرارا جديدا بشأن زيادة عدد أجانب دوري روشن السعودي بالموسم المقبل 2025-2026. وذكرت التقارير أن القرار الذي يدرسه اتحاد الكرة يتيح لأندية دوري روشن السعودي تسجيل 10 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة، بحيث يتواجد 8 محترفين في الملعب وثنائي على دكة البدلاء. هذا ولقد أشار الإعلامي منير آل خاتم عبر برنامج دورينا غير إلى عدم صحة معلومة رفع عدد الأجانب بقائمة كل مباراة، وأنها مجرد شائعة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتابع قائلا: مصدر داخل اتحاد كرة القدم نفى المعلومة المتداولة حول إتاحة تسجيل 10 لاعبين أجانب الموسم المقبل، ولم يتم مخاطبة الأندية حول أي شيء يخص ذلك. واستقر اتحاد الكرة على استمرار نظام تسجيل 8 أجانب دون حد أدنى لتاريخ الميلاد، بجانب اللاعبين 2 من مواليد 2004 فما فوق، في قائمة أندية دوري روشن السعودي للموسم المقبل 2025-2026. وتبدأ منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 28 من أغسطس 2025، وتختتم في 21 من مايو 2026. ويشهد افتتاح الموسم المقبل إقامة بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025. ومن جانب آخر، ذكر تقرير صحفي هام آخر تطورات الحديث عن الجزائري حسام عوار، نجم فريق كرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. عوار ارتبط بالرحيل عن صفوف فريق الاتحاد، حيث أفادت تقارير بأن نادي بورنموث الإنجليزي قدم عرضا لشراء عقد حسام عوار، بالإضافة إلى اهتمام من أندية فرنسية مثل ليل وأولمبيك مارسيليا ونادي ليندي. وانضم عوار إلى الفريق في يوليو الماضي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات قادما من روما الإيطالي، وقد قدم أداء مميزا في موسم 2024-2025، حيث ساهم في تتويج الاتحاد بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين مع فريق يضم نجوما بارزين مثل كريم بنزيما. وبحسب صحيفة عكاظ فإن عوار مستمر مع الفريق، ولم يتم الحديث حول رحيله خلال الموسم الحالي، في إشارة إلى استمراره حتى نهاية تعاقده عام 2028. تعيش الكرة السعودية أزمة حقيقية قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسة كأس السوبر السعودي المزمع إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 من أغسطس المقبل. فبعد إعلان نادي الهلال انسحابه من البطولة، تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة، مع أنباء عن تفكير نادي النصر في الانسحاب أيضا، مما يضع الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقف محرج ويتطلب حسما سريعا للموقف. ولقد بدأت الأزمة بإعلان نادي الهلال انسحابه وفقا للتقارير من كأس السوبر السعودي، حيث جاء قرار الانسحاب بناء على طلب من مدرب الفريق الإيطالي سيمون إنزاغي. ويرى إنزاغي ضرورة منح اللاعبين قسطا من الراحة لتجنب الإرهاق بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية. ويأتي هذا القرار ليضع البطولة في مأزق مبكر، خصوصا وأن الهلال أحد الأندية الجماهيرية الكبرى في المملكة. ومن ناحية أخرى، استغل أوناي هرنانديز لاعب نادي الاتحاد السعودي فترة الإجازة في إسبانيا ليجري حوارا يشرح خلاله تفاصيل رحلته عن الفريق الكتالوني وتفاصيل الرحلة داخل المملكة العربية السعودية. وأكد هرنانديز أنه لم يشعر بالندم على مغادرة برشلونة رغم صعوبة القرار في البداية، خاصة أنه نشأ مشجعا للفريق الكتالوني وكان يحلم بالظهور مع الفريق الأول. وقال أوناي هرنانديز: كنت قريبا من تشافي المدرب السابق لبرشلونة، وكنت أظن أن فرصتي قادمة، لكن الظروف لم تخدمني، وفي الموسم الأخير مع فيليك كان الفريق يعوج بالمواهب، الإصابة أفقدتني الإيقاع وخسرت مكاني. وروى أوناي عن التغيرات التي أحدثها الانتقال للدوري السعودي على اللاعب، مشيرا إلى أن التأقلم لم يكن سهلا في البداية بسبب اختلاف الثقافة واللغة والروتين اليومي. وأضاف:
كان أول شهرين عصيبين للغاية، لكن سرعان ما تأقلمت. الآن أنا أعيش لحظات رائعة، فزت بلقبين وساهمت بتمريرات حاسمة، كل شيء يسير للأفضل. ورد نجم الوسط الإسباني الشاب مدافعا عن الدوري السعودي أنه لم يعد وجهة للاعتزال كما كان يشاع سابقا، بل أصبح بيئة تنافسية طموحة، مؤكدا اللعب في السعودية فرصة عظيمة، المستوى مرتفع والجمهور متحمس والظروف مثالية للتطور. وعن أبرز لحظاته في الموسم تحدث أوناي عن دهشته من التدرب بجوار أساطير اللعبة داخل قلعة الاتحاد السعودي، معلقا: كنت ألعب مع بنزيما وكانتي على البلايستيشن، والآن أعيش معهم يوميا في غرفة الملابس، استقبلوني بحفاوة وكانتي فاجأني باحترافيته الهائلة. وختم أوناي تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يستبعد العودة إلى أوروبا، لكنه حاليا سعيد بتجربته مع الاتحاد، قائلا: ربما أعود مستقبلا، لكن الآن أعيش أفضل لحظات مسيرتي. ويعد أوناي من أبرز اللاعبين الشباب على الساحة الكروية، حيث نجح النجم الإسباني في شهور قليلة من حصد لقبين غاليين مع النمور والظهور بشكل جيد مع الفريق السعودي. ومن ناحية أخرى، أعلن نادي الاتحاد عن قائمته للمشاركة في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، ويبدأ الاتحاد رحلته التحضيرية للموسم المقبل من إسبانيا قبل السفر إلى البرتغال، ثم ينتقل للصين ومنها إلى هونغ كونغ التي تستضيف السوبر. وضمت القائمة كل من بريدرا رايكوفيتش، أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، دانيلو بريرا، سعد الموسى، ماريو ميتاي، معاذ فقيهي، مهند الشنقيطي، فابينهو، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نغولو كانتي، حامد الغامدي، محمد هزازي، حسام عوار، أوناي هرنانديز، عبد الإله هوساوي، نايف الجدعاني، ستيفن بيرغوين، عبد الرحمن العبود، أحمد الغامدي، موسى ديابي، عبد العزيز البيشي، مروان الصحفي، كريم بنزيما، صالح الشهري، وأخيرا طلال الحاجي. وفي سياق منفصل، كشفت تقارير صحفية عن اتجاه وزارة الرياضة لاعتماد نظام انتخابي جديد لمجالس إدارات الأندية في دوري روشن السعودي، حيث تعمل لجنة متخصصة على وضع آلية متطورة سيتم الإعلان عنها قريبا. نتيجة لذلك تقرر تأجيل انتخابات نادي الاتحاد حتى اعتماد النظام الجديد.